أخوت السلام عليكم. وصلنا للمحاضرة 20 حول موضوع الحرية والإرادة. عندنا قهوة شعبية وطابلة عامرة أتاي وبغرير وكعب الغزال، 3 فلاسفة لابسين ستيلاتهم الغريبة، قدامهم ميكرو مكتوب عليه سؤال اليوم: واش احنا أحرار في الإرادة ديالنا ولا غير كنكذبوا على راسنا؟ ديكارت لابس لباس قرون الوسطى كيشرب أتاي بدون سكر. أنا كنقول أنا أفكر إذن أنا موجود، وزيد عليها أنا حر إذن أنا مقلق. كيتفلسف بجدية. الحرية يا سادة هي من اللي تكون عندك إرادة ديالك ماشي ديال مول الحانوت. كانت جدي بزاف، لابس نضاضر غلاض وعنده دفتر صغير فيه المبادئ. كيجاوبو: السي ديكارت معاك شوية، ولكن خاص الإرادة تكون مشبعة بالقيم، ماشي غير نفيق ونقول بغيت نولي مغني ونخرج نغوط في السوق. كيهز ورقة مكتوب فيها: حرية تساوي احترام زائد عقل زائد واجب. الحرية ماشي دير اللي بغيتي، الحرية دير اللي خاصك وخا ما بغيتيش. سارتر لابس ستيل هيبستر، شعر مشعكك وعنده كاس ديال اتاي بلا سكر. وكيجاوبهم: اش هاد الهضره ديالكم؟ الحريه صعيبه، راه الانسان محكوم يكون حر، وحتى الا هرب كيبقى هو اللي اختار يهرب. كيدوي بحزن: حتى الا ما طلبتش قهوه، وهذه بحد ذاتها حريه اراده. مول القهوه كيجيب طرابيزه جديده وكيقول لهم: شوفوا واش هاد الحريه كتخلي شي حد يخلص قبل ما يشرب؟ انا عندي الاراده نزيدكم بغرير، ولكن الحريه كتقول نحبسوا الكريدي. وانت او انتي واش كتختار بحريتك ولا الحريه كتختارك؟ وشنو اخر قرار خديتي فيه الاراده ديالك كانت فعلا حره؟ اكتب لينا في الكومنتات وبارطاجي مع الفلاسفه ديال حومتك.